في كرة القدم الإفريقية لا تحتاج لتكون الأضعف كي تقصى. خطأ واحد، تحول سريع، وقد يتحول الحلم إلى كابوس. اليوم نحاكي السيناريو المرعب الذي قد ينهي مشوار الجزائر أمام نيجيريا في ربع نهائي الكان. نيجيريا لا تلعب على الاستحواذ، تلعب على الضربة القاضية. كرة مقطوعة في الوسط، تمريرة عمودية، وانطلاقة من فيكتور أوسيمين الذي يعرف كيف يستغل أي مساحة وأي تأخير دفاعي. هنا يكمن الخطر الحقيقي. مشكل الجزائر يظهر لحظة فقدان الكرة. تحول دفاعي بطيء، مساحات خلف الظهيرين، بوري دفاع غير منسجم تحت الضغط. أمام منتخب سريع مثل نيجيريا أي اندفاع غير محسوب قد يتحول إلى هدف في الشباك. النتيجة متعادلة، الجزائر تهاجم بحثا عن الهدف، لكن فقدان كرة واحد يكفي لإطلاق مرتدة نيجيرية سريعة. أوسيمين ينطلق، الدفاع يتأخر، والحلم يتبخر. هذا ليس تشاؤما، بل قراءة واقعية لمباراة تحسم بالتفاصيل، إما انضباط وتركيز أو سيناريو أسود قد يتكرر. هل تتفادى الجزائر هذا الفخ؟ أم أن السرعة النيجيرية ستكون الحاسمة؟ شاركنا رأيك.